مش عارف ليه معظم صناع المحتوى في مجال البي سي بيهاجموا الاجهزه الاستيراد وبيحاولوا طول الوقت ان هم يقللوا منها، مع ان في وقت الازمات وغلو الاسعار بتبقى هي انسب اختيار. هل هي غير قابله للتطوير؟ لا. طب هل هي غاليه بشكل اوفر؟ برضو لا. هات لي كيس استيراد واعمل لي تجميعه قصادها بنفس امكانياتها وشوف فرق السعر بين الاتنين. انا في الفيديو ده هوضح لك حبه مفاهيم عن الكيسه الاستيراد وازاي تختار الكيسه المناسبه ليك والمناسبه لاستخدامك. بس في الاول لو انت متعرفنيش فانا كمبيوترانجي احمد وحيد وبقدم محتوى عن عالم البي سي والتجميعات، وبعمل من المحتوى ده اتنين: يا فيديو هدفي الاساسي منه اديك معلومه تفيدك، او فيديو ترفيهي في نفس المجال. فاعمل اشتراك في القناه ولايك للفيديو، وانت تتفرج على فيسبوك فاعمل شير ولايك للفيديو. ما تنساش تخش على تيك توك بتاعي، هتلاقي فوق ال 50 فيديو فيهم حاجات فعلا هتفيدك. كل اللينكات تحت في اول كومنت. وبالمره خش جروب الكمبيوترانجيه على التليجرام هتتبسط. انا واحد شايف ان مفيش اي وجه مقارنه بين الكيسه الاستيراد والتجميعات، رغم ان الاتنين بيقوموا بنفس الوظيفه او الاتنين كمبيوتر من الاخر. خليني احط مبدا هنمشي عليه: مفيش كيسه استيراد هتديك تجربه استخدام وحشه الا باختيارك. بمعنى الاجهزه الاستيراد بتنقسم لاكتر من نوع، والنوع هنا مش مقصود بيه البراند، لا، مقصود بيه الحجم. انت عندك كيس ديسك توب وكيس مايكرو تاور وكيس تاور، ودول اكتر انواع شائعه عندنا، وفي كذا شركه بتقدم نفس الاحجام اشهرهم اتش بي وديل، وكل حجم منهم ليه المزايا والعيوب بتاعته. ناخدهم واحده واحده. عندك الاجهزه الديسك توب، ودي خاصه بالشغل المكتبي، وده باين من اسمها. طب ليه اصلا بنقول خاصه بالشغل المكتبي بس؟ لان الكيسه دي من الاخر بتديك الاساسيات فقط. رقم واحد، مكان هاردين واحيانا اس اس دي، وده مش في كل الكيس. رقم اتنين، باور قدرته قليله وبواط قليل وكفاءته وطبعا بدون اي وصلات باور لكروت الشاشه. رقم تلاتة، عدد مداخل البي سي اي قليلين واحيانا 1 اكس او اكس 1 اللي هي المداخل الصغيره. رقم أربعة، حجم الكيسه صغير. رقم خمسة، التبريد فيها مش افضل حاجه، وده هيأثر على ادائها لو تقلت عليها في الشغل شويه. كل اللي انا قلته ده انا غلطت لما سميته عيوب، لان الكيسه دي نظامها كده محدوده بشكل ما يسمحلكش بالتطوير فيها براحتك. وننتقل للنقطه الثانيه، التطوير. اول نقطه، تطوير التخزين. من ناحيه الهاردات فاقصاك تحط هاردين واحيانا اس اس دي، وزي ما قلت مش كل الكيس بتيجي بمكان مخصص للاس اس دي. هو هيركب فيها عادي بس مش هيبقى محكوم، هيبقى سايب في الكيسه كده. تاني نقطه وهي الباور سبلاي. في الاغلب مش بيكون اكتر من 240 واط، وده قليل جدا في الوقت الحالي بالنسبه لكروت الشاشه، ومش متاح تغيره باور اعلى لانه مش ستاندرد، لا من ناحيه حجم ولا توصيلات زي سوكت ال 24 بن كده. لازم تجيب باور بنفس حجمه، وبرضه هتلاقيه بنفس الواط القليل، فمفيش تطوير. اين التطوير؟ انا لا اراه. كروت الشاشه هي ثالث نقطه هتكلم فيها. الكيسه بتفرض عليك تجيب كارت شاشه لو بروفايل عشان حجمها وعشان كفاءه الباور سبلاي والواط القليل بتاعه. كروت اللو بروفايل مش وحشه، ولكن مش بنفس اداء ولا تبريد الكروت الكبيره طبعا، وهسيب لك اسامي بعض الكروت هنا وفي الفيديو، وخد سكرين شوت عشان تدور عليهم لو محتاج كارت منهم. عندك من انفيديا الجي تي اكس 750 تي اي والجي تي اكس 1050 وال 1050 تي اي والجي تي اكس 1650، وعندك من اي ام دي الار اكس 6400. وحاجه في السكرته كده، الكروت دي بتحتاج باور على الاقل 250 واط، بس مش مشكله، ال 10 واط دول كده كده بياخدوا 75 واط من البي سي اي اي. واللي هيسالني على تطوير البروسيسور هقول له ده ما فيهوش اي مشكله لو هتطور لبروسيسور من نفس الجيل، وده بالنسبه لانتل. يعني لو عندك كيسه بتيجي ببروسيسور اي 3 رابع مش هيبقى فيه مشكله لو ركبت لها اي 5 رابع برضه. طب ليه مش اي 7؟ بص، هو ينفع بس في بعض موديلات ديسكتوب بتيجي بفي ار ام او عدد قليل من وحدات الطاقه الخاصه بالبروسيسور، وفي موديلات العكس فيها عدد وحدات اكتر. فلو ناوي على التطوير لاي 7 فيما بعد هتختار موديل معين من اجهزه الديسك توب من البراند اللي هتختار الكيسه منه. يعني عندك مثلا اتش بي، في كيس منها ديسك توب برو ديسك وكيس اليت ديسك. الاليت ديسك بتتفوق عن البرو ديسك في حاجات كتير، منها عدد وحدات طاقه خاصه بالبروسيسور اكتر، وحاجات تانية كتير مختلفه بين الاثنين. وعشان اشرح لك الفرق بين كل نوع من انواع الكيس الديسك توب هحتاج فيديو طويل جدا عشان اقدر الم فيه البراندات كلها. بالنسبه بقى لبروسيسورات اي ام دي، ففي الاغلب الكيس دي بتيجي ببروسيسورات من فئه الاي، ودي بروسيسورات ما انصحش حد بيها، لانها من الاخر انا بشوف ان هي كانت تجربه فاشله من اي ام دي عصر ما قبل رايزن. لو جيت بصيت هتلاقي ان الاي 5 3470 يمسح بالاي 12 9800 الارض، واللي هو بالمناسبه اخر واجمد حاجه في بروسيسورات فئه الاي، واللي نزل في 2016. والاي 5 تالت نزل في 2012، ففكك منهم خالص. هي الميزه الوحيده في بروسيسورات فئه الاي بس ان هي بتيجي بكارت شاشه هو افضل من كارت الشاشه الداخلي بتاع انتل، مش اكتر. وحبيتكم تكونوا جزء من الفيديو ده بمشاركتكم وتعليقاتكم على البوست اللي نزلته على منتدى القناه وجروب التليجرام من فتره، وسالتكم ايه اكتر مشكله واجهتك وقت التطوير في الكيسه دي واللي زيها، ودي التعليقات اللي جت. اتطور جميله عنها في تركيب الغطا والتبريد، وما تزهقش لو بتغير هارد او بتمسح رامات. ده اول تعليق. اما تاني تعليق بيقول الباور عادي لكن الحجم المشكله.
اتفق معاك. تالت تعليق بيقول مشكله برضو لو الباور واطي جدا زي ال 180 واط، ده ممكن يمنع ان الواحد يركب كذا هارد في الجهاز، لان انا عرفت عشان تركب اي هارد محتاج وصلة ساتا ودي بتركب في البوردة على طول، ووصلة باور ساتا ودي بتيجي من الباور سبلاي، وانا مش شايف غير وصلة باور ساتا واحدة بس اللي طالعة من الباور بتاع الجهاز. وده كمان تعليق من التليجرام، وده بسم الله ما شاء الله راصص العيوب ومرقمهم. رقم واحد حجمها، لان اغلب الكيس اللي في نفس نمط الشكل ده بتكون ضيقة شوية. رقم اتنين احيانا بتكون المذر بورد ما بتقدرش تطور فيها لانها بتكون مخصصة لبعض القطع وبعض كروت الشاشة. رقم 3 في بعض الباور سبلاي وكروت الشاشة الكبيرة ممكن ما تركبش، ولو اتركبت ممكن ما تخليش مساحة للقطع الأخرى. رقم 4 شكلها ما بقاش معاصر للزمن اللي احنا فيه، ولو جبتها على أساس الجيمنج والبرمجة والحاجات ديت ممكن تهنج منك بسبب سوء التبريد او بسبب شكلها الممل، عكس معظم الكيسات الحاليه من اولها لاخرها RGB. فزي ما قلت اجهزه الديسكتوب مناسبه للشغل المكتبي اكتر من اي شغل تاني. نخش بعد كده في النوع التاني من كاس الاستيراد واللي هو المايكرو تاور. بص دول لا هم ديسكتوب ولا هم تاور، هم بين البنين، عارف؟ هم بيحملوا خصائص الديسكتوب بس على حجم كيسه اكبر، يعني نفس الهاردين والاس اس دي، نفس مداخل البي سي اي الصغيرين بس في بعض الكيس، نفس الباور اللي مش ستاندرد بس من ناحيه ال 24 بن بس، انما حجمه يعتبر زي الباورات العاديه، وكمان بيجي 280 واط، وعادي تقدر تغيره بباور بواط اعلى، بس هتحتاج كونفرت بيحول من 24 بن للسوكت بتاع البورده، سواء بقى 6 بن او 8 بن او غيره. غير ان حجم الكيسه هيسمح لك تركب كارت شاشه من نسخته العاديه، مش لازم له بروفايل، فهتضمن تبريد واداء اعلى. بس خد بالك انا كلامي هنا على الكروت اللي بتيجي بمروحه واحده، الكروت الاضخم من كده مش هتركب، او ممكن تركب بس هتقفل على بعض المداخل في البورد، سواء مداخل ساتا او حتى كابل اليو اس بي 3. في بعض الكيس هتحتاج ان انت تستغنى عنه وتشيله عشان الكارت يركب، فدي تعتبر مناسبه للاستخدام المكتبي، وبشويه ابجريد ممكن تبقى مناسبه للجيمنج. والكيس المايكرو تاور دي بالذات احيانا بتيجي ببروسيسورات رايزن، فانت لو قدامك كيسه مايكرو تاور ايا ما كان نوعها بتيجي ببروسيسور انتل، وقدامك كيسه بتيجي ببروسيسور رايزن، وبروسيسور الانتل ده حاسس ان جيله قديم او هو جيله قديم، روح للرايزن مباشره، هيبقى افضل منه من ناحيه ان هو جيل احدث ومعماريه احدث، وفي نفس الوقت هتستفاد بالاي بي يو او بكارت الشاشه الداخلي بتاع رايزن، هيبقى افضل بكتير طبعا من البروسيسورات بتاعت انتل او الكارت الداخلي بتاع انتل، لان بروسيسورات رايزن بروسيسورات محترمه جدا سواء في الجيمنج او الشغل المكتبي، وفي المونتاج يعني هتقضي الغرض طبعا على حسب الجيل. ومن ناحيه التبريد فالمايكرو تاور هتبقى افضل طبعا من اجهزه الديسكتوب. نروح بقى لافضل نوع من كيس الاستيراد واللي انا شخصيا بفضله، التاور. بتدور على باور بكفاءة عالية وواط عالي، شغال. بتدور على حجم كيسة كبير ياخد كارت شاشة بمروحتين، شغال، وممكن 3. بتدور على كيسة تشيل قد 4 هاردات سوا، شغال. من الاخر لو انت عايز كيس استيراد وقابلة للتطوير وفيها كل ده، روح للاجهزة الورك ستيشن، مفيش اكتر من مراجعاتها هنا عندي على القناة. هناخد مثال الاتش بي زد 220، كيسة بتيجي باور 400 واط ووصلة باور 6 بن لكروت الشاشة، وبيركب عليها بروسيسورات الجيل الثالث من انتل. حجمها كبير، ولو عايز تعرف عنها اكتر هتلاقي ليها مراجعة عندي على القناة هنا، هسيب لك الفيديو فوق، عايزك تشوف المراجعه وتركز فيها عشان هي اللي هتوضح لك كل حاجه عن الاجهزه التاور الورك ستيشن. طب انا ليه برشح لك الكيسه الورك ستيشن؟ عشان هي اكتر كيسه استيراد عمليه سواء من ناحيه التطوير او الحجم او التبريد، بس خد بالك ان هي في الاغلب بتيجي ببروسيسورات زيون، وده يعتبر مش افضل حاجه للالعاب، ده خاص بشغل الايديتنج والمونتاج والشغل التقيل. طب مش افضل حاجه للالعاب ليه؟ عشان معظم الالعاب بتستغل سرعه النواه الواحده، والزيون في الاغلب سرعه النواه الواحده فيه بتبقى في الضياع، وسرعه الانواه المتعدده هي اللي بتبقى كويسه، وده عشان شغل الايديتنج والشغل التقيل بيستغل الانواع المتعدده وسرعتها بشكل كبير. كمان صرف الطاقه في بروسيسورات زيون عالي، وده بيخليه يولد حراره اعلى من البروسيسورات العاديه، وفي نفس الوقت ليميت درجات الحراره بتاعته مش بيزيد عن 70 درجه، ولو وصل لها الاداء بيروح في داهيه. فهات كيسه ورك ستيشن ببروسيسور كور اي حاجه بقى على حسب دعم الكيسه لانه جيل، ده لو ناوي تجيمنج والشغل ده. اما لو صناعه محتوى وشغل مونتاج وكده فهاتها ببروسيسور زيون هتسد معاك. ما تنسانيش من طبعا لايك للفيديو واشتراك في القناه عشان الواحد فعلا بيتعب عشان يقدر يعمل محتوى يفيد بيه غيره، فتقديرك البسيط ده وكومنت حلو منك بيهون علينا التعب ده كله. صوتي راح. هتلاقي في اول كومنت تحت لينكات لكل اكونتاتي، تيك توك انستجرام فيسبوك، تابعني عليهم لو حابب، ولينا جروب صغير كده على التليجرام باسم كمبيوترنجيه، نورنا هناك. اشوفكم على خير في فيديو جديد، وفولو للكمبيوترنجي.